سلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهارده راجعه لكم بوصفة من أروع وصفات الخبز اللي أنا جربتها. لو انتوا كمان جربتوها هتحبوها جدا وهتشكروني عليها. الناس اللي بيحبوا القرص الفلاحي الطرية هيحبوه قوي. اللي بيميزه بقى ان هو هش وطري زي القرص، بس في نفس الوقت مكوناته بسيطة جدا. بصوا قد ايه هو طري، يعني تحسوه كده عامل زي المخدة، يعني ممكن نسميه خبز المخدة بس هو اسمه خبز الدار. خبز الدار برضو ينفع قوي في السندوتشات، تحشوه باللي انتوا عايزينه، حلو او حادق، طري ولذيذ في اللانش بوكسز، في الفطار، في السحور، في كل وقت. نعمل بقى كده ساندوتش محترم جنب كوباية الشاي ويبقى آخر مزاج، كمان ممكن تاكلوه مع الشوربة. يلا نشوف هنعمله ازاي. هنحتاج لنص كيلو من دقيق الخبز، دقيق قوي يعني نسبة البروتين فيه من 12 ل 14 جرام. مش موجود خلاص هنشتغل باللي موجود، يعني ممكن نستعمل دقيق جميع الأغراض عادي. ودول تقريبا 4 كوبايات معيارية، ممكن نحتاج أقل أو أزيد حاجة بسيطة على حسب احتياج العجينة. النوع ده بقى من العيش او الخبز بيميزه جدا دقيق السيمولينا او السميد بتاع البسبوسه اللي هو بنجيبه من عند العطار الخام مش الاكياس الجاهزه. هنحتاج ل 200 جرام، يعني بالاكواب المعياريه كوبايه وتلت. النوع اللي استخدمته اللي هو السيمولينا الناعمه زي ما انتم شايفين، لو مش متاح ممكن نستبدلها بالدقيق. وطبعا الخميره هنحتاج معلقه كبيره او تقريبا 10 جرام. معاها هنحتاج للملح، والملح حسب الرغبه او الذوق، انا استعملت معلقه وربع صغيره من الملح. وعلشان الخبز بتاعنا يطلع لونه أحمر وجميل بنضيف معلقة كبيرة من السكر. وللنكهة ممكن نستعمل حبة بركة أو شمر، هستعمل معلقة كبيرة من حبة البركة دي طبعا اختياري. وكمان من الحاجات اللي بتدي لون حلو قوي وطعم وقوام للمخبوزات الحليب البودرة، هضيف معلقتين كبار ودول كمان اختياري. الخل كمان من المكونات اللي بتدي طراوة جدا للعجين وبتطول من مدة صلاحيته، بالإضافة لأنه بيدي طعم، فأنا هستعمل منه معلقة صغيرة. وكمان هنستعمل 3 معالق كبيرة من أي مادة دهنية عندنا، زبدة، زيت، سمنة، المتوفر نستخدمه. دول بالجرامات تقريبا 45 جرام. أنا بحب جدا طعم الزبدة في المخبوزات عموما، بتدي طراوة وريحة وطعم حلو قوي. للعجن بقى هنحتاج لكوبايتين من المية الدافية، يعني 500 ملي أو نص لتر. المية ما تكونش سخنة عشان ممكن تقتل الخميرة. هنضيف المية الدافية وهنضيف عليها كمان السكر والخميرة، وعليهم كل كمية السيمولينا. بس من الدقيق هنحتاج بس في المرحلة دي لربع كوباية، نص كوباية، او لحتى كوباية كاملة. المهم ان احنا هنضيف شوية من الدقيق في البداية ونقلب المكونات. هيبقى الخليط عندنا كده بالقوام اللي انتوا شايفينه، شبه خليط الكيك بس خفيف شوية. هنغطيه بقى ونركله على جنب شوية، يعني 10 دقايق او ربع ساعة لحد لما تبدأ الخميرة تتفاعل. وده طبعا بيعتمد على درجة حرارة الجو. هنضيف بعد كده بقية المكونات كلها، الملح والحليب البودرة، كمان هنضيف حبة البركة والخل والمادة الدهنية. ونقلب بقى كل المكونات دي مع بعض علشان يتجانسوا كويس قوي قبل ما نبدأ نضيف بقية كمية الدقيق. الدقيق هنضيفه بالتدريج علشان نقدر نتحكم في القوام، لأن طبعا ممكن نحتاج دقيق كتير أو قليل على حسب نوع الدقيق وعلى حسب الرطوبة في الجو. في البداية أنا باستعمل المعلقة الخشب علشان ما اوسخش ايدي في البداية، وبعدين لما بيبدأ الخليط يتقل معايا بشيلها خالص بقى وابدأ اعجن بايدي علشان احس بالقوام بتاع العجين كويس. بعد ما ضفت كل كمية الدقيق بتاعتي، العجينة زي ما انتوا شايفين كانت بتلزق بالشكل ده. ما تضيفوش دقيق زيادة، انتوا بس غطوها وسيبوها شوية حوالي 5 دقايق ولا حاجة. وبعد 5 دقايق هنشوف العجينة بقى لو محتاجة نضيف لها دقيق ولا لا. لان في الفترة دي العجينة بتكون ارتاحت، فبيسهل قوي قوي ان احنا نعجنها، ما بتكونش بتلزق زي لو اشتغلنا فيها مباشرة. هقعد اعجنها بالطريقه اللي انتوا شايفينها، بقعد ارب فيها كده ولا مش عارفه احركها لفوق، وبعدين الف البوله اللي انا بعجن فيها بالطريقه اللي انتوا شايفينها. بصوا بدات العجينه تلم معايا وتعمل زي شكل الكوره كده. فما تتغروش من منظر العجينه اللي هو بيلزق قوي. ريحوها شويه واعجنوا فيها بايديكم، وبعدين لو ايديكم تعبتكم من كتر العجن نريحها شويه ونكمل. ولو بقى لقينا الموضوع محتاج شويه دقيق بنضيف شويه بسيطه. ممكن طبعا ان انتوا تعملوا العجن ده في العجان الكهربائي، بس انا بحب اوري للناس اللي ما عندهاش عجان. في الاخر بضيف معلقه كده من السمنه البلدي او الزبده، بتدي ريحه حلوه قوي. وانزلها بقى على البنش وابدا اعجن فيها والمها بالشكل ده بقى حاجه نهائيه. اول ما العجينه بتبقى جاهزه بتلم بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، بتبقى ملسه، ولما ندوس عليها بنحس كده بمقاومه، معنى كده ان العجينه بتاعتنا جاهزه. هنغطيها ونسيبها في مكان دافي لحد لما تخمر ويتضاعف حجمها، والوقت على حسب درجه حراره الجو. وانا سايباها تخمر لمحت سنجاب كده في الجنينه، قلت اصوره، كان قاعد ما بيتحركش، خبطت الشباك فاتفزع يا عيني وجري زي ما انتم شايفين كده.
السناجب هنا بتجري في كل حتة في الparks بتلاقوها في كل مكان. المهم بعد ما العجينة بتاعتي تضاعفت في الحجم وخمرت كويس أوي، بقت بالشكل الجميل ده، نبل إيدينا بقى شوية زيت وندخل بقى بقوة كده وبقلب جامد ونخرّج كل الهوا اللي في العجينة. لو تعبانين أو متضايقين يا جماعة ادخلوا واعجنوا، إحساس ممتع جدًا، 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 مش هيعرفه غير اللي بيجرّب. المهم إن إحنا ننزّل العجينة بقى كده على البنش ونحاول برضه نعملها بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي علشان أضمن إن كل الهوا اللي جوّه العجينة خرج تمامًا، وكمان باحاول أخلّيها شكل منتظم علشان أقطّعها قطع متساوية. هاقسّمها ل8 قطع قد بعض بالشكل اللي أنتم شايفينه، طبعًا تقدروا تقسّموها بالحجم والعدد اللي أنتم عايزينه، يعني ممكن العجينة الكبيرة دي نعمل منها 2 أو 3 كبار، وممكن منها برضه نعمل عدد أكتر من كده بس حجمه أصغر. باحب أوزن كل واحدة فيهم، يعني وزن القطعة من ال8 كان 160 جرام. تقدروا طبعًا بالعين كده تويّموا إن القطع تبقى قد بعض، لإنه ده هيخلّيها تاخد تسوية واحدة وكلّهم يستووا في نفس الوقت. بانزّلها بقى على البنش كده وأفضل ألفّها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده برضه علشان تاخد شكل متساوي ولمّا تستوي كده تبقى قرصة شكلها جميل، بالشكل ده كده. وطبعًا بعد ما باخلّص باغطّي كل العجين بتاعي علشان ما ينشفش. بالشكل ده كده أنا هاطوّل في المرحلة دي علشان في ناس بيكونوا لسه بيتعلّموا العجن وبيطبخوا بيخبزوا لأول مرّة، فالحاجات البسيطة دي بالنسبة للprofessionals ما بتفرقش، بس بالنسبة للي بيتعلّموا جداد بتفرق أوي. ممكن على إيدي بقى باكوّرها برضه بالشكل ده، أنا اديتكم كذا اختيار في عملية تشكيل الكِوَر علشان تختاروا الحاجة اللي تريّحكم وأنتم بتشتغلوا. بعد التشكيل بندهن الصواني بتاعتنا بمادة دهنية أو على ورق زبدة، وبعدين بناخد كل كورة ونحطها في السميد من فوق ومن تحت كده ومن الجوانب، وأقوم منفضة السميد الزيادة واحطه في الصينية، واحنا بنحط في الصينية يبقى كل كورة والتانية ما بينهم مسافة كويسة لأن لسه هنخمره تاني فلما يستووا ما يلزقوش في بعض. لما نحط الكور في الصينية يبقى الجزء الأملس هو اللي لفوق والجزء اللي مكور شوية ملعبك هو اللي يبقى لتحت، يعني فاهمين قصدي؟ والسمك بتاع العيش بتاعنا زي ما احنا عايزين بس هو ده أنسب سمك ليه، يعني سمك متوسط لا هو رفيع قوي ولا تخين. في خطوة اختيارية ان انا ممكن اجيب موس او سكينة تكون حادة، لازم تكون حادة قوي، واعمل كده سكورز او علامات على العيش من فوق بالطول او بالعرض او كروسز. ده بيدي شكل حلو للعيش، يعني شكل فنان كده، وفي نفس الوقت بيتمدد براحته في الفرن. هغطي بقى العيش بتاعي وهسيبه يخمر براحته، لازم تسيبوه ياخد راحته في الخمران في تاني مرة لحد لما يتضاعف كده وبيبقى بالشكل الجميل ده كده نافش وشكله حلو قوي. باجيب بخاخ وبارُش العيش بتاعي بالمَيّة، ده بيخلّي العيش بتاعي ياخد لون حلو أوي في الفرن ويتمدد براحته. طبعًا ممكن تدهنوه بحليب أو تدهنوه بصفار بيضة كده مخفوق مع معلقة صغيرة من الخل. لو هندهنه بفرشة يبقى بالراحة خالص عشان ما نخرّجش الهوا. هادخّله فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 لو فرن كهربا، ولو فرن غاز يبقى على درجة حرارة 190 درجة مئوية. بيقعد في الفرن من 20 ل30 دقيقة. باراقب العيش بتاعي كويس، يعني كل شوية باضيّر الصواني اللي فوق لتحت، واللي احمر من الجنب باقوم مضيّراه علشان أضمن إن العيش بتاعي ياخد تسوية مضبوطة، يعني كنت بابُص عليه كده كل 5 دقايق، ولو احتاج باقوم مغيّرة مكان الصواني. بعد تقريبًا 25 دقيقة كان ده شكله، على طول باشيله من الصينية علشان ما يعرقش ويبقى مميمي كده من تحت، وبعدين باحطه في قماشة وباغطيه. هيطرى معانا وهيبقى حلو ورائع. بعد ما بيبرد خالص خالص باقوم مقطعاه نصاص واحطه في أكياس للفريزر. بالطريقة دي باحافظ عليه طازة لحد آخر حبة، وقت ما باحتاج باخرجه من الفريزر واسيبه يفك. ممكن بقى نسخنه في الميكروويف أو في الإير فراير أو في الفرن. رائع، هتشكروني عليه. سلام عليكم.